السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو. الصباح شمرت على كتيفاتي حيت حنا في برشيد معروفين بسوق الاثنين. اليوم الاسبوعي ديالنا هو سوق الاثنين، او كنقولوا يعني فين ما كتخصنا التقضيه او شي حاجه كنمشيو ناخذ كل شيء من السوق ديال الاثنين. جيت نشارك معكم الاثمنه ديال كل حاجه خديتها ونوريكم اشنو تقديت بثمن 200 درهم، يعني 200 درهم شحال تقديت فيها ديال الخضره وكل شيء وكل حاجه والثمن ديالها. المهم البنات كما وريتكم في الاول، راه خديت كيلو جوج كيلو مخلطه فيها القرعه وفيها الكورجيت وفيها الدنجال، آه، يعني فيها الفلفله كيف ما شفتوا معايا. عفوا ما كاينش في الاولى الكورجيت. المهم خديت تماك من ثمن 160 ريال كيلو. الليمون كيف ما وريتكم، هذاك الليمون خديته ب3 دراهم، داك الكبير على حساب بغيت نديرو في كونجيلاتور كنديرو عصير مع الحامض. خديت هاد الماندالي الصغيور، هاد الليمون تا هو غزير تبارك الله، خديته تا هو ب3 دراهم الكيلو. خديت البصله الخضاريه لانني خديت حتى البصله الاخرى، مهم البصله الخضاريه محاولتش نقوي منها، خديت منها كيلو بثمن ديال 6 دراهم. مهم الاثمنه كلها غنشاركها معاكم وقولوا لي واش انا حادقه ولا ما حادقاش. خديت هاد البصله، خديتها حتى هي ثمن الكيلو 120 ريال الكيلو، 120 ريال الكيلو. خديتها غير رقيقه باش هكا نوريكم. حيت كتعجبني انا صراحه البصله اللي كتكون رقيقه، كتعجبني بزاف في الطياب ودغيا كطيب. ايوا البنات كنتمنى انكم تستافدوا شويه وشوفوني واش حادقه ولا لا، واش كنعرف دوير زمان ولا لا. هانتوما البطاطا البنات راه خديتها بثمن ديال 3 كيلو تما ديال البطاطا، خديتها بثمن 160 ريال الكيلو. شوفوا البطاطا راه زوينه تبارك الله، غليظه وكبيره، خديتها 160 ريال الكيلو. المهم خديت بطاطا هذه الكبيره 160، وخديت بطاطا اخرى 150. انا غنوريها لكم حتى هي، ولكن الاخرى ميان على هذه كبيره بزاف. راه زعما الاثمنه زعما تبارك الله هاد العام الاثمنه طالعه بزاف فوق القياس. الله يرزق غير الصحه والسلامه وصافي. ايوا البنات هانتوما الحامض، راه الحامض شوفوا دابا راه ملي غادي يوصل الوقيته ديال رمضان غادي يولي داير كرون، تا هو غيولي داير ثمن. خديت اختي كيلو ديال الحامض، خديته بثمن ديال 5 دراهم. خديت يعني هاد الكيلو كامل ب5 دراهم. وبطبيعة الحال راه النعناع والربيع والشيبة وداكشي كامل راه ضروري وكيكون في السوق طري وموجود. المهم ما حاولتش نقوي حيت كيبقى غير كيخسر. خديت غير 2 قبيطات ديال النعناع وخديت معاهم قبيطه ديال الشيبه. شوفوا البنات هادو ب 30 ريال هادوك القبطات اللي شفتو. وخديت خيزو حيت كان مازال باقي عندنا خيزو، خديت غير كيلو ديال خيزو ب4 دراهم. خديت كيلو ديال الخيزو ب4 دراهم. والخرشف البنات راه الخرشف الوالد وصاني قال لي جيبيه ليا وانا جبتو ليه. ها انتم شوفوا البنات هاد القبيطه دايره 3 دراهم، خرشف داير 3 دراهم. خديت هاد الشيفرول تا هو كيف ما شفتوا معايا، الشيفرول تا هو خديته ب5 دراهم الكيلو، هادي كامله فيها كيلو كيف ما شفتوا معايا. المهم البنات انا غير نشارك معكم باش تستافدوا تعرفوا الاثمنه وتشوفوا الخضره كيفاش دايره. المهم انا دائما كنمشي للسوق الاسبوعي ديالنا ديال برشيد، هو سوق الاثنين راه معروف، فيه الخضره طريه وجديده وكل شيء كيكون زوين. وتبارك الله الخضره كتدي لينا السيمانه وكتعداها بعض المرات. المهم خديت القزبر والمعدنوس، خديت تا هو 3 ديال القبيطات مخلطين تا هما ب30 ريال. ها نتوما البنات انا ما كنبغيش نقوي القرعه بزاف حيت الوالده كتقول لي راه كتبقى غير تخسر. كنديروا الكسكسو من الجمعه الجمعه، يعني في خلال هذا الاسبوع كنديروا غير من الجمعه الجمعه. جبت غير نص كيلو ديال القرعه ب3 دراهم. مطيشه الحمد لله رخصت شويه، ما بقاش داك الثمن كيف ما عرفتو. المهم هذا لقيتها دايره 4 ديال الدراهم، خديت منها 2 كيلو ونص ديال المطيشه. المهم الحمد لله راه مطيشه راه نقصات شويه في الثمن. وفليفلات حارين كيف ما كتشوفوا البنات، هاد الفليفلات خديتهم وما تضحكوش عليا خديتهم بدرهم كاملين خديتهم بدرهم. يعني باش تعرفوا ان الخضره في السوق راها طايحه في الثمن.
وخديت هاد الرابعه ديال الثومه، رابعه كبيره ديال الثومه خديتها ب4 دراهم، حتى هي خديتها ب4 دراهم. ثومه حمراء وزوينه، ونقيتها وعزلتها على يدي، ما لقيت فيها لا خامجه لا والو. شوفوا البنات، استافدوا شويه وعرفوا زوير الزمان وعرفوا الوقت كيفاش دايره، وشمروا على كتيفاتكم وتقداو. راه المراه هي اللي كتعرف تقدا، اما الرجاله راه شويه، راه ما عندهمش مع هادشي بزاف. هذا الليمون اللي هو الاول اللي وريتكم ديال العصير، وهذا اللي جبت دابا ديال الماكله، هذا خديته ب6 دراهم، ولكن راه حلو ما نقولش لكم البنات، فن 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 زوين بزاف، خديته ب6 دراهم. والبسباس، الوالد عندي كيموت على شي حاجه سميتها البسباس، وكيموت على شي حاجه سميتها الخرشف، عرفتي كيحماق عليهم، قال لي جيبيهم ليا. المهم راه جبت البسباس ديال 5 دراهم حتى هو الكيلو. مهم البنات، راه اش غنقول لك، الاثمنه اليوم فيها وفيها، كاين شي طالع وشي نازل الحمد لله. هاد القرعه كورجيط البنات خديتها بخمسة لا 8 دراهم، قال لي 160 ريال، خديتها 160 ريال البنات. خديت منها تقريبا شي كيلو، حتى هي خديت منها شي كيلو، كاين زوينه فتيه. المهم مشيت للسوق اليوم، خليتها منه ديال بصح خايفه لا نجوع هانتوما البنات، خديت هنا خديت 3 كيلو ديال البطاطا اللي كنت قلت لكم قبيله، ها هي خديتها. هذه دايره اختي خواتاتي دايره 150 ريال الكيلو. هانتوما البنات، حتى هي خديتها، حيت الانسان ضروري خاصو يتقدى داكشي بالشيط. المهم البنات، هذه هي التقديه اللي قلت لكم ديال اليوم، هذه تقامت عليا كلها ب200 درهم. وضروري البنات هذا الشيء تعلمناه من الاول، ملي كنا صغار كان كيجيبوا لنا الوالد ديالنا الله يخليه لينا كعيكعات والحمص والكاوكاو وداك الشيء ديال الحلوى ديال السوق كما كنقولوا، ضروريه. وكنتمنى يا حبيباتي ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ونسينا حاجه البنات، هو الدجاج البنات لقيته داير 360 ريال الكيلو. ايوا خديت هاد الدجاجه فيها 3 كيلو، هانتوما كتشوفوا معايا كيما جبت رشيت عليها مليحه وباقين دابا. يا المهم انا وريتكم هاد الشيء، وغدا نسالي ان شاء الله هاد الفيديو ملي وريتكم الاثمنه وداك الشيء وشحال خديت وكل حاجه بشحال تقامت عليا غادي. ايوا هادشي اللي كاين البنات، كنتمنى الفيديو يعجبكم. يلا بسلامه عليكم.